مرحبا اخوي. أنا كجزائري وكمتابع أريد أن أسألك 3 أسئلة لا لا، إذا ما جيت أمكن الإجابة تسالني. عليها. عندك شيء في الموضوع؟ اهلا وسهلا. لا الاسئله ليست. أنت بما أنك أنت تفضلت وتقوم بهذه المحاورات يوميا عن الجزائر، ايوه، على انا الذي الأقل انا تسمح من للناس سيسأل، انا من لا، يفهموك. انا من سيسالك. أوكي، انا من أسأل. سيسالك. اسمح تفضل. لي، اسمح تفضل. لي اسالك. ايوه، شوف، تفضل. انتم ماذا كسبتم من دعم هذه البوليزاريو الساقطه سياسيا واخلاقيا؟ ماذا ربحت انت كجزائري؟ رد على هذا السؤال المهم. شوف، أولا احنا لما دعمنا البوليزاريو، هذه قضية احنا كجزائريين آمنوا بها. انت كشخص، المغاربه يشوفوا فيهم اعداء، حنا نشوفوا فيهم مظلومين. هذه آه. مبادئ، هذه اراء، هذه وجهات. ايوه، ما هي الصفه والمصلحه اللي عندك لكل يوم تنوض لا، وترقد بالجزائر؟ قبل أنا سأسمح لك أن تسألني ما تشاء بعد أن تمتلك الجرأة ديال الجزائريين الأبطال الأحرار الشرفاء وترد علي ردا مباشرا. ماذا استفدتم أنتم؟ دعمكم لهذه الجبهة خسركم الكثير. الأعداء الذي اكتسبتموهم هل كلهم هل الوقوف بسبب هل أنكم الوقوف مع تدعموا. المظلوم هل الوقوف ليس مع لي المظلوم لي هل الوقوف من متى؟ سامحني، خليني نكمل ايه، خليني نكمل لك ايه، خليني نكمل. ايوه، هل ايوه، الوقوف مع كمل. المظلوم يبتغى منه الاستفادة؟ احنا لا نبتغي طب استفادة، احنا رانا واقفين مع و مظلومين و و و كأي و بلد في العالم. وإذا أثبتت لك أنك ألا ترى دائما تقف مظلومين؟ هل طيب هذا لحظة. البوليزاريو هل هذا البوليزاريو شخص، سامحني، هل هذا البوليزاريو شخص واحد ولا 1000 شخص ولا مليون شخص؟ كاين طيب، اشخاص راهم مع المغرب، كاين اشخاص راهم ضد المغرب. حنايا يقول لك بلي حنا رانا مستعمرين، وبلا ما نتكلموا على التاريخ راه واضح. لانه من المغرب، أيوه، لو كان البوليزاريو هذو ما كاش، المغرب ليس في يوم من الايام تعرض على موريتانيا انها تقسم البوليزاريو زي ما يقول أيوه. المغاربه. طيب، هذا أنت، ها. هذا، لحظة صبر. ردك هكذا أنك وقفت معهم مم. لأنهم مظلومون والمغاربة ظلمة، هذا ردك. نعم، لا توجد طيب، مصلحه في نصره صافي، المظلوم. صح. طيب، في سوريا لماذا وقفتم مع الظالم بشار ضد المظلومين السوريين؟ من يحدد الظالم ويحدد المظلوم؟ أنت بمزاجك، انت. المزاج الجزائري، المجاز الجزائري اوكي، يحدد. لا مش المجاز الجزائري. انا نقول لك، أيوه. هل انت تعلم من يكتب التاريخ؟ هل بشار هل ظالم أم النظام لا؟ هل لحظة لحظة، النظام لا لا، لحظة هل لحظة. هل شوف هل بشار شوف الأسد شوف كان ظالما؟ لحظة. بشار الأسد كان ظالما آه. ولا مظلوما؟ بشار الاسد ظالم او مظلوم؟ أيوة، رد. هو هو زي كاع الانظمه العربيه. هل كان ظالما أم مظلوما بشار الأسد؟ قول واحدة من الثنتين. ما عنديش، انا ما نقدرش نقيم ولا ظالم ولا مظلوم. شفت كيف وقعت في أول حوار بيني وبينك؟ وقعت. بصح شوف، سامحني ما وقعتش. سامحني، حنا كشعب هذا جزائري واش درنا؟ شوف حنا؟ سامحني. شوفوا مستواكم، شوف هل جئت الجزائر؟ مستواكم في سامحني، الحوار. خليني. لا، من انت لتقيم المستويات؟ انا نتكلم أنت معاك. أنت لما سقطت نتكلم لك في أول من حوار. انت؟ سامحني، خليني اكمل لك. هل جئت الجزائر؟ هل رايت السوريين؟ كم من سوري في الجزائر؟ ما لي علاقة. نحن بشار فتحنا الأسد، ابواب السوريين. بشار الأسد نحن ظالم أم مظلوم؟ أن بشار الأسد ظالم أم حنايا مظلوم؟ نقوم على أتحداك أن الشروط. ترد. سامحني، أتحداك انت أن راك ترد. تتكلم رد على علي. لا 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 لا، رد إن كنت شجاعا، وإن كنت مع القضايا العادلة. انا رد نقول لك علي. بشار النظام الأسد كان ظالما النظام أم مظلوما؟ خلاص كملت سؤال نتكلم. تستطيع أن ترد عليه، تستطيع أن ترد عليه. التاريخ وحده هو الذي يحكم، ليس انت وليس انا، لانه أنا النظام أسألك الجديد أنت، ما نقدروش أسألك نحكموا عليه أنت. الان. أنا لا أسألك، لا أسألك، النظام الجديد. لا. لحظة، لو سمحت. خلينا نتناقش. أنا لا أناقشك في يعني أحمد الشرع. أنا لا أناقشك في أحمد الشرع. أنا أناقشك في بشار الأسد الذي قذف البراميل المتفجرة وقتل مليون
ونص على فكرة، بلد المليون ونص شهيد هي سوريا وليس أنتم، وقتل ناس وهجر 14 مليون. هل ترى أنت يا ابن الشهداء يا أيها الجزائري يا أيها الحر؟ لحظة اسمح لي والله ان الجزائر المفروض انك صحفي، اسمعني يا اخي، لازم تعرف ايش تهدر. لا تخلطش يا اخي، ادي لي هذا لازم تناقش بموضوعيه. يا اخي هدى، لازم تناقش بموضوعيه يا اخي. اعطيتك ورده حمراء يا اخي، ورده حمراء. مالكش موضوعي. انت منحاز. منحاز. عباك انا وش انا اخوه المغاربه على بالك. خلي المغاربه على جنب. لا المغاربه خليهم على جنب. نحييهم في حاجه المغاربه ياك، ويبقاو اخواننا، نبقاو احنا شعب واحد. نحييهم في حاجه لما يلقوا ناس شخص زيك انت تنوض وترقد بالجزائر. انا دخلت هنا اليوم لانني انا راني مفجوع، انا مانيش متابع على التيك توك، راني لحظه دعنا دقيقة يا أخي لو سمحت، عشان خلني أدير اللايف ديالي. الله يرحم لك الوالدين. إذن عشان بعدين اسمح لك تسألني، أنت تريد أن تسألني سأتيح لك المجال أن تسألني، ما عندي أي مشكلة، وسترى كيف أنني شجاع وسأرد على الأسئلة بشجاعة، وليس مثلك غرقت في أول سؤال. عندما أنت ادعيت زورا أنك تقف مع البوليزاريو باعتبارهم مظلومين، ضربت لك مثال بأكبر ظالم في الكرة الأرضية وهو بشار الأسد، وقفتم معه وسقطت في الفخ ولم تستطع أن تخرج. الآن جاء تدور أين أنا أنوض، متى أنوض ومتى أنوم. أش دخلك فيني أرقد متى ما رقدت، وأنوض متى ما نضت، وافتح على ما فتحت. لم تستطع أن ترد. خلاص خرجنا من هذه. ايش عندك ثاني؟ عندك شيء ثاني تقوله؟ اوكي خليني اجاوبك على سؤال بموضوعيه. ايوه اقول له بموضوعيه جاوبك على سؤال على سوريا. ايوه اقول الجزائر دائما سامحني تكلم، لما نتكلموا نسمعوا بعضياتنا باش يكون الحوار مفيد للناس. صافي كمل. الجزائر دائما تقف مع الانظمه الشرعيه لكل بلدان. الشعب لكل بلد هو يحدد هذاك الرئيس ظالم او غير مظلوم او غير ظالم. اوكي، هذا هو الفرق. الجزائر لما تقف، ولذلك لو كنا احنا وقفنا مع نظام الاسد ما نفتحوش احنا بيباننا، السوريين، الاف السوريين، ويمكن تسال ويدخلوا معنا سوريين راهم يتابعوا فينا، الاف السوريين ياكلوا ويشربوا ويخدموا ويتاجروا بدون اي قيود. احنا كشعب جزائري، كدولة جزائرية، نقف دائما مع المظلوم. احنا لما تكلمنا على البوليزاريو هي قضية في الأمم المتحدة، قلنا احنا الأمم المتحدة اللي تقرر. لما يقرر الأمم المتحدة يقولوا باللي نتبعوا قرارات الأمم المتحدة، ويقولوا باللي البوليزاريو تولي تابع المغرب، احنا ما عندناش مشكل. وقالها الرئيس، قالها النظام تاعنا، قال لك احنا مع نظام الامم المتحده. علاش انا دوكا نطرح لك سؤال، علاش كاين التكالب هذا على الجزائر؟ علاش هذا التكالب على الجزائر؟ هل الجزائر متكالبه على الدول الاخرى؟ عندنا مصالح تاعنا كاي بلدان، عندنا مصالح تاعنا. اوكي، عندنا تاريخ، ككل بلدان عندهم تاريخ. اوكي، راك سامعني؟ معك. نعم معك. انا سؤالي يعني وماذا بيا تجاوبني ونخرجك من اللايف بكل احترام. اوكي، انا لما نتزاعل مع المغربي، هذاك مغربي وانا جزائري وحنا جوارين، انت واش هي الصفه والمصلحه اللي عندك؟ صافي حاضر، سد المايك وانا سارد عليك. غلق الميكروفون. يلا تفضل. اللهم اني اسالك الصبر والأجر والمثوبة يا رب العالمين. يعني يقولوا عندنا في اليمن كلمة رطل يفهم وقية، يعني معزة ولو طارت. يعني مسألة نحن مع القضية العادلة. يا حبيبي أنت جئت متأخر، أخينا ما اسمك قادر، أنت جئت متأخرا يا أخي. أنت يبدو جيت إلى المنصة متأخر بزاف، سبقوك مئات الجزائريين، فشلتم فشلا ذريعا في أن تثبتوا أنكم مع القضايا العادلة. بالعكس، أنتم مع كل ظلمة أمة لا إله إلا الله، مع الظلمة دائما.
وأيضا اسطوانة أنكم مع الشرعية ضد الانقلابيين، هذا كذب بدليل أنك تدعم الحوثيين الانقلابيين في اليمن. هذا دليل واضح. يعني أنا شوف ما الفرق بيني وبينك؟ أنا سأجيب على سؤالك وبكل صراحة. لماذا أنا بصفتي من ولماذا أسعد الشرع اليمني يفتح نقاشات جزائرية ومغاربية وشمال أفريقية؟ ليش؟ أنا سأقول لك ليش، ولو أني رديت 1.5 مليون مرة على هذا السؤال، لكن يبدو أنك جديد ومن حقك أن نرد عليك. أنت طلعت عندنا معزز مكرم محترم، نحترمك ونقدرك، ما عندناش أي مشكلة، ونتكلم معك بالعقل والمنطق. يعني شوف، موضوع أنكم مع القضايا العادلة هذا يعني أرجوكم تخجلوا قليلا وأنتم ترددونها، تخجلوا قليلا. حتى إقحام فلسطين في الموضوع مجرد شعارات. في جنوب السودان كنتم مع الانفصاليين في جنوب السودان ضد الشرعية. في اليمن أنتم مع جماعة الحوثي الانفصالية ضد الشرعية. يعني شوف، ملف سوريا هو الفاضح لكم، هو الذي فضحكم فضيحة ما بعدها فضيحة. سقوط بشار الأسد ومجيء أحمد الشرع، هذا كان أكبر ضربة قاضية للنظام الجزائري، لدرجة أنكم كنتم تقولون، وكان يقول ضباط عندكم في الجيش الجزائري، أن مصير الجزائر مرهون بمصير سوريا. شوف كيف كانت العلاقة معكم مع بشار. أنتم لم تكونوا مؤيدين، بل أرسلتم ناس يقاتلون معه ويقتلوا السوريين، ثم تأتي في لايف أسعد الشرعي تقول لي الجزائر مع المظلومين. يا أخي احشموه، يا أخي احشموه. موضوع سوريا رآه العالم. موضوع اليوم السوريين يغلقون مكاتب البوليزاريو، حتى البوليزاريو المدعوم منكم أيضا كان يقاتل مع بشار الأسد. اليوم جاء السوريون الأصيلون بعد أن ذهبت زبالة التاريخ بشار الأسد وأبوه والنصيريين هؤلاء، وجاء السوريون أحفاد بني أمية ونظفوا بلادهم من هذه الزبالة. أنت إذا كنت فعلا جزائري وعندك غيرة على دماء الشهداء الذين سقطوا والشهداء الذي عندك وإلى حميتك، المفترض أنك ما تترك قمحة مقلية جبهة هكذا تأخذ أموالك. أنا سألتك سؤال ما استطعت أن ترد عليه، وأتحدى تبون نفسه يرد عليه. ماذا استفدتم من دعمكم للبوليزاريو؟ صفر. استفاد إبراهيم غالي. اليوم إبراهيم غالي مرتبه يفوق مرتب أحمد عطاف. استفادوا ممثلي البوليزاريو في العواصم الأوروبية، هؤلاء بيستلموا فلوس وانت جالس في البيت، ربما إذا انت في الجزائر تمسك طابور على الحليب يومين. هم يستلموا بالمرتبات وانت فرحان انهم جابوا لك خروف من رومانيا، بعضكم قد راح رقد معه فوق السرير، راح نام. والله الجزائريين نشروا صور لخروف العيد وهم نايمين معاه فوق السرير، رقدوا الخروف جنبه يا جماعة، رقد الحولي جنبه. الإخوة لحظة لا تفتح شلون ممكن نجاوب؟ لا لحظة، أنا لم أكمل، أنا سأعطيك وأنا لم أرد عليك أصلا في سؤالك الذي سألتني. شوف عاد أنا جبت ورقة والأخ المشرف جاب لي القلم أهو علشان أسجل معك وأتعامل معك بكل تقدير واحترام. هذه واحدة. إذا أنت لست مع القضية العادلة، أنت مع كل ظلمة الدنيا وأولهم بشار الأسد، ويكفيكم هذا العار، يكفيكم عار بشار الأسد الذي سيلحقكم إلى قيام الساعة. هذه واحدة. الثانية، أنتم لستم مع الحكومات الشرعية بدليل أنكم تدعمون جماعة الحوثي الإرهابية. أرد عليك الآن على سؤالك، ما دخلك؟ أو أنا من سيسألك أنا، ما دخلك أنت بين البوليزاريو والمغرب؟ أنا من يسألك هذا السؤال؟ أنت جزائري، إيش حشر أنفك أنت؟ إيش حشر أنفك؟ لماذا عندما دولة من الدول تسحب اعترافها بالبوليزاريو أنتم تسحبوا سفيركم من هذه الدولة؟ لماذا عندما بنما والإكوادور جمدوا اعترافهم بالصحراء أنتم قطعتوا الموز الذي تشتروه منهم؟ أنا من يسألك أنت كجزائري، وأسأل رئيسك وأسأل الجزائر وأسأل كل الجزائريين، من أنتم ولماذا تتدخلون في شأن المغربي؟ هذا بوليزاريو يريدوا ينفصلوا عن المغرب، وفي دولة اسمها المغرب. لماذا تحشر أنفك أنت وتصحى وتقوم أنت وتنوض وتصحى؟ أنا من يسألك أنا؟ أما أنا مجرد واحد متكتك يا أخي، أنا متكتك، أنا لن أغير شيء. أنا واحد صاحب منصة، أفتح منصة أقول إخوان الجزائريين، إخوان المغاربة، الصحراويين، أهلا وسهلا، تعالوا نتناقش فيها شيء. أنا لا دخلت في شؤونك العائلية ولا دخلت في شؤونك السرية ولا دخلت في شؤونك عادي. إذا أنت بهذا العقلية عليك أن تخاطب وسائل
الإعلام العالمية. اذهب إلى فرنسا 24، قل لهم يا فرنسا 24 لماذا تتدخلون فينا؟ واذهب إلى الجزيرة وإلى العربية وإلى القنوات كلها التي تتدخل. أخي العالم مفتوح، أنت في يدك تليفون وأنا في يدي تليفون، أنا حر. تكلم عن الجزائر، عن بوركينا فاسو، عن النيجر، عن مالي. أمس كانت عندي مالية تهدر بالفرنسية. ايش معنى انك جيت تقول لي ايش دخلك؟ اذا كان من ينبغي ان يسأل ايش دخلك فهو انت الجزائري ورئيسك وشعبك وكلكم الذين تدعمون البوليزاريو. ما الذي حشر انفكم في الصحراء المغربية؟ هذا الذي ينبغي ان ترد عليه. تفضل يا اخي، رد. انت راك تقول باللي ايش حشر انفكم. اوكي، الحاجه الاولى، هذو الناس راهم على الحدود تاعنا، وانت الى انت ملم بالسياسه الجغرافيه هو امتداد للسياسه. اوكي، الجغرافيه امتداد للسياسه. اوكي، وراني نعاود نقول لك باللي احنا كشعب جزائري وكدوله جزائريه كنا دائما مع المظلومين. اوكي، ورجعنا ثانيا دقيقه. انت انما اخي يا صاحبي سامحني يا اخي معزه انت ذكرك ثور قال يا اخي ايش اسمح لك ضيعنا الوقت يا اخي. ايش اسمح لك يا صاحبي؟ لك في وقتك. لا ترك نقاش، راك تحل نقاش. ثور قال احلبوه معزه ولو طارت. ثور قال احلبوه. انت راك تقول ما سامحني يا ما راكش مناقش انت، والله ما راك مناقش. سير انت جاي بفكره وتتكلم بها، حاب تفرضها ذراع على انت تقول تيك توكر، وقلت نجيب جزائريين ونجيب مغاربه ونجيب صحراويين ونتكلموا. هنا لما انت تكون تيك توكر، وخاصه لما تكون انت ليس لك صفه وليس لك مصلحه، اذا فتحت تيك توكر لازم تسمع اراء الناس، ما يكونش عندك وجهه نظر. ووجهه النظر انا على بالنا وعلاش راهي وجهه النظر، لانه وجهه النظر تاعك على راهي موجهه لطريق معين اللي هو العداء الجزائر، البلبله على الجزائر. اوكي، انا مازال ما شفتش. لو كان نشوف انا مغربي حال تيك توك ويتكلم انما عادي نورمال، ما يقلقنيش. صح، انت واش هي الصفه تاعك؟ وحتى ولا فتحت لازم تكون بموضوعيه، ما تكونش موجه، ما تكونش منحاز. الانحياز لانك انت لست طرف في القضيه، كما نقولوا احنا انت براني على الحكايه. هل انت طرف في القضيه؟ هذو جوارين. لحظه دقيقه، نقطه نظام. لحظه هل عندك اصبر نقطه نظام. هل الجزائر طرف في القضيه؟ الجزائر تنصرهم، تبقى طرف في القضيه لانه تنصر المظلومين. تشوف ناس مظلومين تسكت لانه الجزائر كانت مظلومه وتشعر بظلم الناس، لانه الجزائر كانت مستعمره. تقول انها ليست طرف. دولتك تقول سامحني خويا، سامحني كي لحظه يكون قلت وقتك تكلم، كيجي وقتك اتكلم. صح كمل خلاص. انت دوك انا اللي راه محيرني كاين مغاربه وكاين جزائريين وكاين بوليزاريو وكاين ليبيين وكاين تونسيين. هذو باش يكون على بالك يا اخي، هذو شعب واحد. حتى وانت متخاصموا لابد يجي يوم ونعاودوا نتصالحوا. اوكي، انت واش هي الصفه تاعك؟ لانك مستفاد، لانك بحت الضمير، لان انت بوق من ابواق المغاربه، لانه عطاوك بيت، عطاوك منزل، جابوا لك جاليات. اخي شوف بدات تقل ادبك. لانه انت شوف بدات تقل الادب. شوف ليل ونهار تتكلم على الجزائر، انت قليل ادب. خلاص شوف، انت ماشي متربي ورخيص. شفتوا كيف عندما افلس انا؟ شوف والله لن يجد الجزائريون احد منصفا مثلي. شوف اعطيته نصف ساعه، وانا اعتذر من فليتوكس وفهيم وتوم والمكافح وكونغستر انني اخرتكم. انا اعتذر منكم كلكم والله العظيم. اعطيته وحاورته، ولما فشل دخل في الاعراض كعاده الشواكر، كعادة شواكر الأفريق ما شاء الله. عندما يعجز ويفشل في النقاش المنطقي العقلاني. أنا أخاطب عقول الناس الآن، خاطبتك وأفهمتك مرة وأنت ثور قال احلبوه. أنت لا تمثل الجزائر، والله العظيم أنك فاشل
لا تستطيع أن تناقش. أنت جبت الربحة. لو كنت جزائريا وتعرف مستواك وتعرف قدرك ما تطلع منصة فيها هذا النمط من النقاشات الحيوية. أنا أقول لك مش أي واحد يطلع عندي، أنا مش أي واحد يطلع، والله ما يقدر يطلع إلا واحد عنده مستوى يستطيع أن يناقش. شفت هذا مستواك كيف بديت في الأخير دخلت في أعراض الناس كما هي العادة المشاكل الجنسية وتحت السروال وتحت السرة. الله يسامحك يا أخي، هذه هي بضاعتكم ردت إليكم. ما تمنيت أنت، ما شاء الله عليك، مشيت معي إلى النهاية وخربكت الدنيا. الله يسهل عليك. نزلناك، نعتذر منك ونزلناك، ونعتذر من الإخوة في المغرب على هذه السفاهة وعلى هذا الغمز واللمز في أعراضهم. أنا آسف جدا. شكرا أخينا.